عليها ومش لاقيالها مينا، بتعافر بقلوعها اللي شاخت، بتعافر بشروعها اللي دابت، بتنادي اهل المدينة ما تجيبوا تاني الفنار، ما تجيبوا تاني الفنار. ولا الحال ده عمره ما ينفع. مصر عينيها عمالة تتوجع واحنا بنزود اوجاعها، وهنوقعها وهنولعها بنار الفتنة وقطر الحب يعدي فتنة. لازم نصحى بقى ونفوق وننسى لبعض اي حاجات، ويرجع بينا حب وذوق وما نقلبش فقد فات. لحسن والله نشوف وندوق فين ودتنا ازاي هدتنا الخلافات. لازم نبقى ليها عكاز ونعديها، وبرضه نكون درع فولاذ قادر يحميها. ياما عدتنا وياما ادتنا، نيجي اخرتها نولع فيها. جميل والله يا استاذ. كان في العهد البائن، معلش انا هم دقيقتين على طول يعني. في العهد البائن كانوا كل ما يحصل فساد، كل ما يحصل حاجه يقول لك احنا شعب الحضاره، 7000 سنه حضاره. فابو الهول طلع يعايرنا. عم سكات قاعد في الساحه ويا اصحابه في عز وراحه، بص علينا بكل بجاحه وقالها وش كده بصراحه، قال ان احنا هنفضل كده واقفين مطرحنا، لا هنتغير ولا راح يجي علينا الدور، ولا هنطور ولا نتطور ولا هنثور. لما بنحلم نملى الطاسه بخور ونعمل ثور نذبح فيه كلبين وطيور، لاجل ما ندفع حق الميه وحق النور. وهكذا معايره على العمال والبطال، امتى يفيد بيكوا الكيل؟ يوم عن يوم بيزيد الميل. قاموا وردوا عليه الابطال. اسكت بص يا عم سكات، اوعى تعاير في تاريخات ولا بحضر ياما زينا حاجينا عليك سنين وسنين بنرمم فيك. اوعى تعاير ولا حضاره ولا بصلاره ولا بنيادة فن عماره ولا بنورس ولا رفورس ولا رمسيس. احنا بنبني حراره اهي تحت التأسيس. وشكرا.